بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة زاد عن حده بشكل مبالغ فيه، اللي هو إرجاع الحقوق لأصحابها. ناس كتير بتشتكي، وناس كتير بتشتكي لأن عندها ظروف والحق ليهم ومش عارفين يجيبوه. المشكلة بقى إن اللي بياخد الحق ده شخص مش محتاج، معاه وعنده القدرة إن يرجع الحق ده لأصحابه، بس بالمنطق. ليه؟ وعشان إيه؟ أكل حقوق الغير مش بيسقط. أي حد له عندك حق رجعهوله، اديهولي في الدنيا بمزاجك وبخاطرك واستسمحه علشان يسامحك. الحق راجع، هيرجع. وصاحب الحق ده في عز أزمته بيدعى عليك، ياه لأني ليه ومش طايل حقه. خلي عندك ذرة رجولة واحترام لنفسك. المظلوم ربنا بيرجع له حقه بأي شكل من الأشكال. يا ترى بقى لما ربنا يرجع الحق ده هيرجعه فلوس، ولا من صحتك وعافيتك، ولا من ولادك، ولا من وقف حالك وبيتك؟ بلاش الظلم وأكل حقوق الناس بالباطل. خلي بالك، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لا تنم. يا الله يا الله، ربنا راح يعذبك في الدنيا والآخرة، والله ما هترتاح وهتشوف الويل أشكال وألوان بسبب الحق ده. ربنا سبحانه وتعالى بيختار الوقت اللي يحاسبك فيه، وهتهرب منين؟ من حسبنا الله ونعم الوكيل. لما حد يظلمك أو ياكل حقك افتكر الآية دي: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. واوعى تيأس لو اختل ميزان الدنيا، ميزان العدل عند ربنا ما بيختلش. لقد أقسم الله سبحانه وتعالى وقال: وعزتي وجلالي لأنصرنك لو وعد حين. يا أخي هتستنى إيه لما ربنا ياخد حسناتك يوم القيامة ويديك مكانها سيئات؟ ربنا بيستجيب من المظلوم حتى لو كان كافرا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث سيدنا معاذ إلى اليمن قال له: اتقي دعوة المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجاب. يا أخي يا الله، ينتصر الله للمظلوم لغير المسلمين، لأن علماء المسلمين بيقولوا أو الكافر العادل خير من المسلم الظالم. الحق لما ترجعه بخاطرك أرحم بكتير إنه ينتزع منك غصب عنك. رجع الحق لأصحابه مش عشانهم، عشان خاطرك أنت قبلهم. ما يمكن تموت وأنت مش عارف ترجع الحق ده، هتفضل تتعذب بسبب الحق ده إلى يوم القيامة. ارحم نفسك وارحم بيتك وارحم ولادك من الحق ده. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والسلام عليكم ورحمة الله